السلام عليكم ورحمة الله. أبطال رابعة ابتدائي، النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من درسنا بعنوان ثروات مصر الطبيعية والبشرية. خدنا في الجزء الأول الثروات الطبيعية اللي هي بنسميها موارد طبيعية وأهميتها وغيره. النهاردة هناخد الموارد البشرية. يعني إيه موارد بشرية؟ هقولك. ربنا سبحانه وتعالى أو الموارد البشرية دي هي البشر، سواء عقولهم اللي هو تفكيرهم أو حتى شغلهم اللي هي الأيدي العاملة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى رزق لمصر جنب الموارد الطبيعية موارد بشرية. مين الموارد البشرية اللي في مصر؟ المصريين دولت هم الكنز الثمين والثروة الحقيقية لمصر. طيب، هما المصريين اللي هما الموارد البشرية دولت مهمين؟ طبعا. اشمعنى؟ هو المصري ده يقدر يعمل ايه؟ خلي بالك ان المصري ده او الموارد البشرية او الانسان يعني هيقدر يحول الموارد الطبيعية لثروات عظيمة تساهم في تقدم الوطن. يعني ايه؟ هيستغل التربة ويزرعها، طلع لي محاصيل ويبيعها فتزود الدخل. ايه كمان؟ هنطلع المعادن زي الحديد نصنعها مثلا سيارات ونبيعها وهنزود الدخل، وهكذا. ايه أهمية الموارد البشرية؟ الموارد البشرية هي الإنسان اللي بيقدر يحول الموارد الطبيعية لثروات عظيمة تساهم في تقدم الوطن. يبقى هي أهمية الموارد البشرية. الإنسان يستطيع تحويل الموارد الطبيعية لثروات عظيمة تسهم في تقدم الوطن. طيب، عاوزة دلوقتي أقارن الموارد البشرية في مصر والموارد البشرية في اليابان، وإزاي قدروا يستغلوا الموارد الطبيعية اللي موجودة في مصر واللي موجودة في اليابان. أول حاجة هتكلم عن مصر ما شاء الله ولادة. يعني ايه؟ يعني احنا اكبر دولة عربية في عدد السكان. يعني عندي ثروة بشرية كتير، عندي سكان كتير، مصريين كتير. المصري ده لو اشتغل صح، يعني ايه؟ يعني لو اشتغل بإخلاص في عمله، يدي للعمل حقه، لو طور نفسه، اتعلم مهارات جديدة، خد كورسات ودورات جديدة، ايه اللي هيحصل؟ هيقدر يحول الموارد الطبيعية لثروات عظيمة تساهم في تقدم الوطن. طب امال ايه اليابان؟ اليابان ما فيهاش اصلا موارد طبيعية كتير، مع كده اصبحت اكتر دول العالم تقدم. طب ازاي؟ علشان الثروة البشرية اللي عندها. طب ايه اللي حصل؟ المواطنين اللي هم الثروة البشرية اللي عندها دولت متعلمين ومبدعين، قدروا يستخدموا عقولهم ويعملوا بجد واجتهاد لغاية ما أصبحت اليابان أكتر دول العالم تقدم. يبقى لو جاب لي قارن بين الموارد البشرية الموجود في مصر واليابان في استغلال الموارد الطبيعية، هقولك مصر. مالها مصر؟ مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة، اللي هو الإنسان اللي لو عمل بإخلاص ويطور نفسه ويتعلم مهارات جديدة يقدر يحول الموارد الطبيعية لثروات عظيمة تسهم في تقدم الوطن. مصر فيها ايه؟ مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة، اللي هو الإنسان اللي لو عمل بإخلاص ويطور نفسه ويتعلم مهارات جديدة هيقدر يحول الموارد الطبيعية لثروات عظيمة تسهم في تقدم الوطن. أمال اليابان؟ اتفقنا ان اليابان ما فيهاش موارد طبيعية وفيرة، لكن مع كده أصبحت أكتر دول العالم تقدما. السبب في المواطنين المتعلمين المبدعين اللي استخدموا عقولهم وعملوا بجد واجتهاد. تاني، اليابان مالها بقى؟ اليابان من الدول
التي لا تمتلك موارد طبيعية وفيرة، ومع ذلك بقت من أكتر الدول تقدما في العالم. طب السبب في إيه؟ للمواطنين المتعلمين المبدعين اللي استخدموا عقولهم وعملوا بجد واجتهاد. يبقى تاني، مالها اليابان؟ اليابان لا تمتلك موارد طبيعية وفيرة، ومع كده أصبحت إيه؟ أكتر دول العالم تقدما. السبب في إيه؟ يرجع لي المواطنين المتعلمين المبدعين اللي استخدموا عقولهم وعملوا بجد واجتهاد. طب يا ترى مين بقى؟ المصريين. اديني بقى نماذج مشرفة كده للمصريين قدروا يعملوا بجد واجتهاد وحولوا الموارد الطبيعية، أو حولوا الموارد الطبيعية لثروات عظيمة ساهمت في تقدم الوطن. هقول لك 5 شخصيات. مين أول واحد؟ الدكتور طه حسين. الدكتور طه حسين وهو صغير حصلت عنده أزمة وأصيب بفقدان البصر، يعني بقى أعمى. لكن الراجل ده ما استسلمش، ما حطش ايده على خده وقال لك انا مش هعرف اعمل حاجة. بالعكس، ده اتعلم واصبح من اعظم الادباء والمفكرين في مصر والعالم العربي. درس في جامعة القاهرة، قدر يسافر لفرنسا، خد الدكتوراه كمان من جامعة السوربون، كمان ألف كتب، أشهر كتب الأيام. الراجل ده لقب بعميد الأدب العربي، قدر يطور التعليم والثقافة المصرية. مين طه حسين؟ اتولد طه حسين في محافظة المنيا، أصيب بفقدان البصر في طفولته بس ما استسلمش، أصبح من أعظم الأدباء والمفكرين في مصر والعالم العربي. طيب درس فين؟ في جامعة القاهرة، ثم سافر لفرنسا، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، ويألف كتب كتير، من أشهر كتبه كتاب الأيام، ولقب به عميد الأدب العربي، وكان له دور كبير في تطوير التعليم والثقافة المصرية. مين طه حسين؟ اتولد في محافظة المنيا 1889، أصيب بفقدان البصر في طفولته بس ما استسلمش، أصبح من أعظم الأدباء والمفكرين في مصر والعالم العربي. درس في جامعة القاهرة، سافر لفرنسا، حصل على كمان الدكتوراه من جامعة السوربون، أشهر كتبه الأيام، لقب بعميد الأدب العربي، كان له دور كبير في تطوير التعليم والثقافة المصرية. تاني نموذج من النماذج البشرية أو من نماذج المصريين المشرفة اللي عندي، وهي الدكتورة سميرة موسى. مالها سميرة موسى؟ سميرة موسى اتولدت في الغربية 1917. الست دي كانت بتحب العلم من وهي صغيرة. لما كبرت دخلت كلية العلوم اللي هي في جامعة القاهرة. الست دي كانت أول عالمة مصرية تقدر تحصل على الدكتوراه في الطاقة النووية. كمان ساهمت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية اللي موجودة في مصر. الأبحاث بتاعتها فيها ركزت فيها إن هي تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية. الطاقة النووية سلاح كبير، مش عاوزة تستخدمه في حروب، لا هي ركزت في أبحاثها اللي هي تستخدمه في الأغراض السلمية، يعني السلام. طب زي إيه؟ هتستخدم الطاقة النووية في علاج الأمراض. طيب خدت كمان وسام اسمه وسام العلوم والفنون، خدته من الطبقة الأولى تكريما للجهود اللي هي عملتها في مجال الطاقة النووية. يبقى تاني، مين الدكتورة سميرة موسى؟ اتولدت في محافظة الغربية 1917. كانت بتحب العلم من صغرها، كانت بتحب العلم من صغرها. التحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة، التحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة. أول عالمة مصرية حصلت على الدكتوراه في مجال الطاقة النووية.
أول عالمة مصرية حصلت على درجة الدكتوراه في مجال الطاقة النووية، وكمان أسهمت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية الموجودة في مصر، وكمان أسهمت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية الموجودة في مصر. ركزت في أبحاثها على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ركزت في أبحاثها على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. طيب زي إيه؟ علاج الأمراض. كمان إيه؟ تم منحها أو حصلت على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. طيب ليه؟ تكريما لجهودها. وكمان حصلت على وسام علوم والفنون من الطبقة الأولى. طيب ليه؟ تكريما لجهودها. مين الدكتورة سميرة موسى اتولدت في محافظة الغربية 1917. كانت بتحب العلم من صغرها. التحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة. أول عالمة مصرية حصلت على الدكتوراه في مجال الطاقة النووية، وكمان أسهمت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية الموجودة في مصر. ركزت كمان في أبحاثها على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. طب زي إيه؟ علاج الأمراض. كمان خدت وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تكريما لجهودها. حصلت كمان وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تكريما لجهودها. تالت واحد الجغرافي العظيم جمال حمدان. الراجل ده اتولد في القليوبية أو في محافظة القليوبية 1928. طبعا اتفوق في مجال الجغرافي، ألف كتب كتير وعنده أبحاث كمان مهمة. أكترها أو أشهرها موسوعة. يعني إيه موسوعة؟ يعني كتاب ليه أكتر من قسم. موسوعة إيه؟ شخصية مصر ودراسة أو دراسة في عبقرية المكان. دي من أهم مؤلفاته. طيب اشمعنى دي من أهم مؤلفاته؟ لأنه اتكلم فيها عن تاريخ وجغرافية مصر بشكل كامل. الراجل ده كمان أخد جايزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية. مين جمال حمدان؟ اتولد في القليوبية 1928. اتفوق في دراسته، أصبح من أهم العلماء في مجال الجغرافيا. ألف كتب كتير وأبحاث مهمة. طيب زي إيه؟ موسوعة شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان من أهم مؤلفاته. طيب ليه؟ لأنه تناول فيها تاريخ وجغرافيا مصر بشكل شامل. لأنه تناول فيها تاريخ وجغرافيا بشكل شامل. طيب أخد إيه؟ جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية. حصل على إيه؟ جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية. جمال حمدان اتولد في القليوبية 1928. اتفوق في دراسته حتى أصبح أهم العلماء في مجال الجغرافيا. ألف كتب كتير وأبحاث مهمة زي موسوعة شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان اللي بتعتبر من أهم مؤلفاته. طيب ليه؟ لأنه تناول فيها تاريخ وجغرافيا مصر بشكل شامل. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية. رابع واحد معايا الدكتور مصطفى السيد. اتولد في الغربية 1933. كان من أشهر 10 علماء في الكيمياء في العالم. الأبحاث بتاعته كانت بتركز على جزيئات الذهب الصغيرة
إن هو هيستخدمها في علاج السرطان. الجزيئات ديت كانت بتقدر تقتل الخلايا السرطانية من غير ما تأذي الخلايا السليمة. خد كمان جوائز كتير سواء مصرية أو عالمية. مين مصطفى السيد؟ اتولد في محافظة الغربية 1933. أفضل 10 علماء في الكيمياء في العالم. أفضل 10 علماء في الكيمياء في العالم. أبحاثه ركزت على استخدام جزيئات الذهب الصغيرة في علاج مرض السرطان. أبحاثه ركزت على استخدام جزيئات الذهب الصغيرة في علاج مرض السرطان. طيب ليه؟ لأن العلاج بيساعد، أو لأن الجزيئات بتساعد في قتل الخلايا السرطانية من غير ما تأذي الخلايا السليمة. لأن الجزيئات بتساعد في قتل الخلايا السرطانية دون أن تأذي خلايا السليمة. حصل كمان على جوائز كتير مصرية وعالمية. مين مصطفى السيد؟ اتولد في محافظة الغربية 1933. أفضل 10 علماء في مجال الكيمياء في العالم. أبحاثه ركزت على استخدام جزيئات الذهب الصغيرة في علاج مرض السرطان. ساعدت الجزيئات في قتل الخلايا السرطانية دون أن تؤذي الخلايا السالمة. حصل كمان على جوائز كتير. حصل كمان على جوائز كتير مصرية وعالمية. خامس واحد معانا وآخر واحد وهو الدكتور أحمد زويل اللي اتولد في محافظة البحيرة 1966. وهو كمان عالم كيميائي مصري مشهور ليه أبحاث كتير. خد جايزة نوبل في الكيمياء لأنه اخترع تقنية الفيمتو ثانية اللي ساعدت العلماء إن هم يفهموا بالتفاعلات الكيميائية فائقة السرعة. مين أحمد زويل؟ اتولد في محافظة البحيرة 1946. عالم كيميائي مصري مشهور. نشر أبحاث عالمية أو نشر أبحاث علمية كتير. حصل كمان على جايزة نوبل في الكيمياء لاختراعه تقنية الفيمتو ثانية. حصل كمان على جايزة نوبل في الكيمياء لاختراعه تقنية الفيمتو ثانية، واللي ساعدت العلماء في فهم التفاعلات الكيميائية فائقة السرعة. مين أحمد زويل؟ اتولد في محافظة البحيرة 1946. عالم كيميائي مصري مشهور. نشر أبحاث علمية كتير. حصل على جائزة نوبل في الكيمياء. طيب ليه؟ لاختراعه تقنية الفيمتو ثانية، واللي ساعدت العلماء في فهم كيفية حدوث التفاعلات الكيميائية فائقة السرعة. ياريت نركز ونحفظ واحد واحد أو نذاكر واحد واحد، وإن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.